تعرف ايه الماتش الوحيد اللي الجمهور المصري شتم فيه محمد صلاح؟ لو ما تعرفش تعالى اقول لك. كلام كرتون بس في الكوره. هنتفرج بكره على الماتش على القهوه مع بعض يا اسطى. لا لا قهوه ايه يا اسطى، دربت ريال مدريد يا اسطى، مدريديستا يا اسطى متجمعين وهنروح نتفرج على الفاينل مع بعض يا اسطى بقى، واحلام وفاموس فاموس. طب بقول لك ايه، هتيجي معايا الاستاد في ماتش الكاس الجاي؟ لا 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 يا اسطى، استاد ايه يا اسطى، هنروح نرجع لوحدنا، اتفرج بقى على الماتش ده على القهوه هنا. نهائي دوري الابطال سنه 2022 بين ليفربول وريال مدريد، قررت رابطه ريال مدريد في مصر انها تصعد الموضوع جدا، وراحوا حجزوا صاله مغطاه جوه نادي في مدينه نصر عشان يتفرجوا على الماتش. الماتش خلص وريال مدريد كسب. لحد هنا الدنيا كانت تمام. اللي مش تمام اللي حصل بعد الماتش، ان رابطه ريال مدريد قررت انها تصعد الموضوع اكتر وتشتم محمد صلاح، عشان محمد صلاح قبل الماتش قال انا عايز اخد حقي من ريال مدريد. وده اللي يخلينا نسال ايه اللي يخلي ناس جوه القاهره يروحوا يشجعوا نادي بحجم ريال مدريد في اسبانيا ما يعرفش عنهم اي حاجه، ويشتموا كمان محمد صلاح من جوه مدينه نصر. موقع كوبا 90 قرر انه يعمل تقرير ان ليه الجماهير ما بقتش تروح الماتشات في مصر، فلقى ان اهم سبب ان في 11 نادي من 18 ما عندهمش جمهور، انديه شركات يعني. ده اللي خلى الانديه الجماهيريه حاسه ان ما بقاش في تنافسيه، انا ليه اروح اشجع لوحدي في الماتشات. والتقرير قال ان في اسباب تانية كتير انا وانتوا عارفينها. هو لخص الموضوع كله وقال ان مصر عندها شبه الكوره مش كوره حقيقيه. بالبلدي كده عندنا طحينه كتير، سلطه كتير، بس مفيش كفته.